السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم نتكلم عن مباراة تشيلسي نوتنغهام فورست والمباريات الأخرى. تشيلسي توقعات لمباريات غدا إن شاء الله السبت الممتاز. تشيلسي الذي سيكون عنده التشكيلة، قد يكون عنده غيابات كثيرة، من أهمهم غياب ليام ديالاب، داريو إيسوغو، ليفي كولويل، والإصابة الأهم إصابة النجم كول بالمر، وإصابة توسين أدارابيورو، وإصابة ويسلي فوفانا، وإصابة أندري سانتوس. تشكيلة تشيلسي متناسقة قليلا لأنه عنده لاعبين ممتازين: كاسيدو، غارناتشو، كوكوريا، وتشالوبا، والحارس شانسيز، ولاعبين أبدعوا في كأس العالم للأندية. تشيلسي نتوقع اليوم فوز تشيلسي بنتيجة 1-0. الآن مع مواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون. مانشستر سيتي يلعب بتشكيلة ممتازة: هالاند، مقدمتها هالاند ودوناروما، ولكن مانشستر سيتي، ندخل لنتائج مانشستر سيتي. مانشستر رغم نتائجه المتعثرة في آخر المباريات، رغم نتائجه الإيجابية، ليس المتعثرة، نتائج إيجابية، ولكن وحاليا هو في سلسلة بدون هزيمة. من بعد هزيمة برايتون فاز على اليونايتد، نابولي، أرسنال، تعادل مع أرسنال، فاز على هودرسفيلد، وفاز على بيرنلي، تعادل مع موناكو، وفاز على برنتفورد قبل التوقف الدولي. مانشستر سيتي عنده مباريات مهمة، عنده مباراة ضد إيفرتون ومباراة ضد فياريال في ملعب لا سيراميكا. فمن المتوقع فوز مانشستر سيتي بهدف نظيف، لأنه مباراة شوية صعبة. مانشستر سيتي لازم يفوز في هذه المباراة لضمان المراكز الأولى في الدوري. ننتقل إلى مباراة أرسنال وفولهام التي ستقام خارج ملعب أرسنال في ملعب كرافن كوتينغ. المباراة تشكيلة أرسنال تشكيلة ممتازة. فأرسنال مع توقعاتي لهذا النادي سيضرب مع رغم الإصابات للاعب مارتن أوديغارد ونوني ميدويكي وكاي هافريتس وغابرييل خيسوس، ولكن هذا اللاعبين هناك لاعبين يؤثرون على الفريق تصابوا، وهناك لاعبين يؤثرون شوية على الفريق. فنتوقع اليوم فوز أرسنال بنتيجة 3 أهداف. الآن نتكلم عن مباراة معشوقة الملايين: برشلونة في مواجهة جيرونا في مونجويك، في ملعب المونجويك. برشلونة سيدخل بتشكيلة نقول أنه متواضعة، لأنه لاعبين شوية ناقصين، ولكن لاعبين اللي ما نحتاجهم في الفريق ما غاديش يشاركوا في المباراة. ولكن اليوم نتوقع تعادل الفريقين، لأنه برشلونة حاليا فترة سيئة ولاعبين شوي ناقصين وإصابات كثيرة: ليفاندوسكي، رافينيا، داني اولمو، يامال، غارسيا، غافي، تيرشتيغن. إصابات كثيرة أثر على الفريق، ولكن نادي برشلونة سيتعادل، على الأقل سيتعادل أمام جيرون. الآن ننتقل مباراة أتلتيكو مدريد وساسونا. مباراة هذه تعتبر مصيرية أتلتيكو مدريد رغم الهزائم، وخاصة فوزه على انتر ميلان في مباراة ودية في ليبيا، وتعادل مع سيلتا فيغو، واكتساح فرانكفورت وريال مدريد. مع احترامي لجماهير الريال، اكتساح أتلتيكو مدريد فرانكفورت والريال، وفاز على رايو فاليكانو وتعادل. فترة متواضعة جدا لأتلتيكو مدريد. فنتوقع اليوم فوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 2 هدف. يشهد ملعب أولمبيكو دي تورينو مواجهة ستكون بين نابولي وتورينو. مباراة ستكون جيدة. مباراة نابولي سيكون الجيد فيها
نابولي الذي هو بطل السابق بطل الموسم اللي فات، بطل الدوري الإيطالي، فاز على جنوا وسبورتينغ لشبونة آخر 5 مباريات، مقارنة بنادي الآخر نادي تورينو فاز على فاز الهزيمة الوحيدة اللي تلقاها هزيمة أمام السيتي وأمام الميلان. ومع توقعاتي سأتوقع اليوم التعادل بين الفريقين، نابولي 1-1، والتشكيلة التي سيشارك بها نابولي مع عودة هويلوند إلى النادي، سيعود هويلوند إلى الدوري الإيطالي تحديدا إلى نابولي. دي بروين، ماكتوميناي، هذه تشكيلة جيدة من الناحية الهجومية والدفاعية، فنتوقع نابولي على الأقل أن يفوز بصعوبة 2-1 لأنه مباراة شوية صعبة عليه. الآن مع القمة المرتقبة في ملعب الأولمبيكو في روما، مباراة بين روما وإنتر ميلان، مباراة ستكون قوية بمعنى الكلمة، وهو مباراة القمة في بطولة الدوري في الدوري الإيطالي، مباراة قوية ومباراة مرتقبة. إنتر ميلان الذي هو حاليا في أسوأ حالاته ومنهزم من أتلتيكو مدريد في المباراة الودية في البطولة الودية في ليبيا، ومع أنه فاز على كريمونيزي وسلافيا براغ، ولكن النادي هذا يكون أمام الأندية القوية يكون شوية غير ممتاز، ولكن اتوقع تعادل بين فريقين 2-2 رغم المستوى الجيد للناديين. ايضا روما ما نقدرش نعاير مستواه، لأن روما حاليا فترة جيدة، ولكن مع انهزامه من نادي ليل مع انهزامه من نادي ليل الذي يعتبر نتيجة سلبية للفريق، ولكن نقدر نقول أنه المباراة اليوم تعادل. مع القمة المرتقبة أكثر من قمة مباراة إنتر ميلان وروما، مباراة الكلاسيكو المرتقبة، كلاسيكو ألمانيا، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند. في بايرن ميونخ حاليا يمر بأفضل حالاته وأفضل حالاته حاليا، ولم ينهزم في مباراة لحد الآن، ما انهزمش في مباراة فرانكفورت، بافوس، فيردر بريمن، هوفنهايم، تشيلسي، لم ينهزم في آخر 10 مباريات. بايرن ميونخ اكتسح لايبزيج، ونتوقع اليوم فوز البايرن بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد، رغم المستوى الجيد، ولكن دورتموند يبقى نادي ضئيل أمام الأندية الأخرى.